في عندنا في التصوير الفوتوغرافي او في تصوير الفيديو مشتتات الضوء، وهي الموديفايرز اللي يعرفوا بالاسم ده او بالاسم ده. في انواع كتير، حاجات كتير مختلفه في المجال وفي الموضوع ده، وكذا مره كذا حد سالني على كذا نوع شرحنا قبل كده منهم، وهنشرح حاجه جديده النهارده من شركه جيمبي. فخليكم معايا ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير المصري. معكم احمد فتحي. قبل اي حاجه صلي على النبي. حلقتنا النهارده عن موديفاير او مشتت ضوء منتشر ومشهور جدا بين المصورين الفيديو والفوتوغرافي، انه بيشتغل على كذا نوع من انواع الاضاءه، وهو البارابوليك او الديب اوكتا. ليه اسم كده او الاسم كده مش تفرق كتير. ومعانا النهارده البارابوليك ده من شركه جيمبي، اللي احنا الحمد لله بقينا نعمل لها ريفيوز لمنتجاتها وانبوكسنج. الحمد لله قدرنا نتوصل ان احنا نكون سفير جيمبي في مصر. فمعانا النهارده البارابوليك ال 90 سم او الديب اوكتا. الاسم ده والاسم ده شغال برضو زي ما احنا شايفين. بيجي في علبه طويله شويه عشان هو حجمه كبير. على فكره ما رضيتش اعمل له انبوكسنج او ان انا اتكلم عنه اندور عشان يعني افتحه قدامكم في مكان واسع، لان المكان عندي مش واسع. مكتوب هنا ديب كويك اوبن سوفت بوكس، او برضو زي ما احنا عارفين الديب اوكتا 90 سم مش ال 120. ده في منه نوعين او مقاسين، 90 وال 120. طبعا انا ما رضيتش اختار ال 120 عشان حجمه بيكون كبير اوفر، فال 90 انا شايفه مناسب يعني لاستعمالي انا او للانبوكسنج او للريفيو. خلينا نفتحه كده ونشوف ايه مكونات العلبه. بسم الله. طبعا انتم مش شايفين حاجه لان هو كله على بعضه اصلا في الكيس ده. كيس واسع من شركه جيمبي برضو زي ما قلنا، نحطه على جنب. كيس بخامات كويسه من شركه جيمبي يحتفظ بيها اوكتا او للديب اوكتا او للبارابوليك ده. ومبدئيا الكيس ده يعني حلو، انت مش تمشي بالاوكتا كده على كتفك او بالبارابوليك على كتفك، بيديك ليه الكيس ده وبيديك ليه بيكون فيه هاند زي كده. فنفتحه كده بسم الله ونطلع البارابوليك. اول حاجه هتقابلنا في الكيس دي الجريد بتاع البارابوليك. تاني حاجه هتقابلنا القماش اللي بينعم الاضاءه جوه البارابوليك، والبارابوليك ذات نفسه. سيب الكيس على جنب دلوقتي. دي محتويات الكرتونه كلها، قماش بتاعت تنعيم الاضاءه، الجريد، البارابوليك. خلينا نتكلم شويه عن البارابوليك ده وبعد كده نركب ونوريكم لما يركب عامل ازاي. زي ما قلنا ده ديب اوكتا او بارابوليك 90 سم، والماونت بتاعه الماونت بتاع البونس ماونت اللي بيركب على معظم انواع الاضاءه، سواء هيد اضاءه مستمره او هيد اضاءه فلاشات او ستروبس، او لو انت عندك اس ماونت يظهر لك صورته جنبي وانا بتكلم ومركب فيه فلاش يركب عليه البارابوليك برضو. فبمعنى اصح هو شغال معاك على 90% من انواع الاضاءه، طبعا باختلاف الليد والبانلز والكلام ده مش هيشتغل عليها، بس الاكتر الفلاشات وكده. طريقه عمله ازاي او بيشتغل ازاي؟ ده ايزي اوبن، مش الصعب اللي هو بتاع الاستوديو بتاع زمان اللي بتقعد تجمع في اسياخ كده، لا ده هو كله على بعضه هنا اهو. بتعمل كده فتحت اول ضلع، وهكذا بقى معاك في كل الاضلاع. فافتحه وبعدين اسرع شويه عشان وقت الفيديو. فتحنا البارابوليك وده شكله بعد ما بيتفتح. طبعا بيكون يعني عميق شويه، حتى تلاقوا من الجنب الاوكتا نفسها او البارابوليك نفسه عميق شويه غير الاوكتا العاديه بتاعتنا اللي عملناها قبل كده ريفيو. ومن جوه بيركب هنا القماشه او القماشه اللي بتنعم الاضاءه، وبره بيركب هنا برده قماشه ثانيه وبيركب عليها الجريد لو انت عايز تحدد الاضاءه. فخلينا نركب كده القماشتين على طول وبعد كده نوريكم. ركبنا اول ديفيوجن او اول قماشه جايه مع البارابوليك، دي بتكون جوه عن طريق كليبسات تركب فيها في القماشه وفي البارابوليك ذات نفسه. اول طبقه تنعيم للاضاءه، في طبقه ثانيه تركب قدام هركبها برده واوريكم. بس قبل ما اركبها
الفيديو ده زي ما قلنا سبونسرد باي جيم بي وجنرال برو، هم اللي وفروا لنا البارابوليك او الديب اوكتا، وجميع منتجات جيم بي هم اللي بيوفروها لنا. لينكاتهم في الديسكربشن تحت، لو عايز تشتري اي حاجه خش كلمهم وهتلاقي عندهم الحاجات باسعار كويسه. ده شكل الديب اوكتا او البارابوليك بعد ما نكبت القماشه الثانيه قدام. دي تاني طبقه ديفيوجن او تاني طبقه تقليل الضوء او تشتيت للضوء. وميزه البارابوليك او الاوكتا او الحاجات اللي هي موديفايرز الكبيره دي ان بيكون في طبقتين، فبتخلي الضوء يخرج بنعومه اكتر واكتر. ميزه البارابوليك اكتر عن الاوكتا ان هنا مفيش اضلاع، هنا تحس ان الموضوع دائري، فبتلاقي الاضاءه يعني سوفت او انعم اكتر من الاوكتا. مش معنى كده ان الاوكتا وحشه، انما ان الديب اوكتا او البارابوليك ده دائري بيكون الاضاءه انعم بشكل اكبر شويه. خلينا نركب الجريد وبرده نتكلم عنه شويه. وده منظر الديب اوكتا او البارابوليك بعد ما ركبنا له الجريد. الجريد هنا يا جماعه اللي ما يعرفش وظيفته ايه، هو بيحدد الاضاءه اكتر عليك، يعني من غيره في تنعيم وفي تحديد برده مفيش مشكله. بالجريد بيكون الاضاءه محدده اكتر عليك، ما بتنتشرش حواليك. لو عايز تنور مثلا نفسك في مكان اندور وما تنورش الحيطه اللي وراك، دي وظيفه الجريد. بتصور تصوير خارجي وعايز تنور الشخص اكتر وما ترميش ضوء على الخلفيه اللي وراه او على الحاجه اللي وراه، دي برده وظيفه الجريد. جماعه بجد خامه البارابوليك خامه حلوه، يعني خامه محترمه. الموضوع مش خامه خفيفه، في حاجات بتكون خامه خفيفه بتقطع منك وانت بتفتحها مع التخزين بتقطعها او كده. البونص ماونت ده حديد، فالموضوع انه يتكسر منك مش سهل. في هنا جنب كل ضلع بنفتحه في البارابوليك في زرار بندوس عليه لو عايزين نقفله، يعني بنعمل كده وبندوس على الزرار، سمعت الكليكايه خلاص اهي ضلع. وكمان الزرار ما شاء الله يعني الزرار خامته كويسه جدا، مش زرار بلاستيك اللي هو ممكن يتكسر منك وانت بتقفل البارابوليك. والماونت زي ما بقول ماونت حديد، سمعت برضو متحرك عشان لو انت مثلا بتركب فيه الهيد وعايز تلفه شويه يمين او شمال او فوق وتحت. وفي مسمار هنا يا جماعه برضو لو قفشت عليه، يعني بص كده الهيد نفسها او الماونت نفسه سايب شويه، لا لو انت قفلت عليه بالمسمار ده كده خلاص بعد ما تثبته كده مش هيتحرك معاك. بص مفيش اي حركه. فبصراحه خامه محترمه، تقفيل ممتاز، حاجه سوليد كده، حاجه انت ماسكها في ايدك مش خايف تتكسر منك بسهوله. وزنه الى حد ما تقيل شويه، يعني انصحك لو تستعمله على هيد او تستعمله على فلاش يكون ستاند محمل او ستاند مش من الستاندات الثقيله. وحبذا لو سي ستاند اللي هو بيكون رجليه كبيره وتقيله وبيشيل اوزان تقيله، هيبقى اسهل ليك انت. بس ستاند تقيل برضو يفي بالغرض، مش هقول معاك لا ستاند العادي، بس يكون تقيل شويه ومحمل. زي ما قلنا في الاول برضو هو بيشتغل على هيد لايتس الاستوديو او الفلاشات العاديه الهيد لايتس، وبيشتغل على الليد لايتس اللي هي الهيد الاضاءه الكونتينوس او المستمره، يعني فوتو او فيديو شغال معاك. بيشتغل على الاس ماونت لو انت مركب في الاس ماونت فلاش يشتغل معاك مفيش مشكله. فاعتقد لا غنى عنه لاي مصور، خصوصا مصورين الويدنج والفاشن والحاجات الخارجيه. ولو انت برضو مصور منتجات ممكن يفيدك زي ما انا ان شاء الله هيفيدني باذن الله. برضو انا مش هكتفي بالقدر ده، انا في حلقه هعملها لكم عن تاثيره او بيه ومن غيره عشان تشوفوا تاثيره برضو، ان الكلام النظري فقط عن حاجه زي كده مش كفايه. فاستنوني مش هتاخر عليكم في الحلقه دي باذن الله. وما ننساش برضو ان الحلقه دي زي ما قلنا سبونسرد باي جيم بي وجنرال برو. الاوكتا واي حاجه من منتجات جيم بي هتلاقيها عند جنرال برو، خش واسال، اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو. لو عاوزت اي حاجه سيب لي كومنت تحت الفيديو او ابعت لي رساله على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت الفيديو. وسلام.